استقبل الشارع الرياضي اليمني خبرا جديدا بتعيين المدرب الجزائري نور الدين ولد علي مدربا للمنتخب الوطني الأول. المدرب الجزائري الذي وصل إلى القاهرة لاستكمال التوقيع والإشهار الرسمي للمدرب مع المنتخب اليمني. اتحاد الكرة أكد أن المدرب الجزائري نور الدين ولد علي سيتولى قيادة المنتخب الوطني الأول خلال الاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمة استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة، وسيتولى المهمة خلال عام واحد قابل للتجديد وسيباشر عمله من داخل الوطن. المدرب سيقوم بالنزول للمحافظات لاختيار لاعبي المنتخب وتدشين المعسكر الداخلي بداية فبراير المقبل. نور الدين ولد علي من مواليد 23 يونيو 1972 بمنطقة باب الوادي إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية الجزائر، حيث مارس لعبة كرة القدم في بلدة عين البنيان قبل أن يلتحق بالجامعة. شارك في تدريب عدة فرق في كل من فرنسا والجزائر، وعمل مساعدا لمدرب شباب قسطنطينية ومولودية الجزائر. ودرب نور الدين فريق اتحاد الشاوية الجزائري تحت سن 20 عاما، وتولى قيادة المنتخب الجزائري الأولمبي تحت 23 عاما، وعمل مساعدا للفرنسي كوربيس في اتحاد الجزائر، كما تولى قيادة المنتخب الفلسطيني خلال الفترة من 2018 إلى 2021، واستقال في إبريل 2021 عقب خسارة المنتخب الفلسطيني من نظيره السعودي. ويلعب المنتخب الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة بجانب الإمارات والبحرين ونيبال. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني مباراته المقبلة في التصفيات الآسيوية المزدوجة مع المنتخب الإماراتي في 21 من فبراير المقبل في الإمارات. تظل تحديات كرة القدم اليمنية تجول في صراعات المال والبحث عن موارد للأنشطة، وتحديات الواقع المخلوط بصراعات الحرب والانقسامات السياسية والمناطقية، في ظل اتهامات بالفساد بين الوزارة والاتحاد وصناعة تكتلات إعلامية مع الفريقين في